السلام عليكم، أهلا بكم في قناة مصري لاتينو. النهاردة أول يوم في العيد في البرازيل، كل سنة وانتم طيبين. العيد في البرازيل شكل وطعم تاني خالص. النهاردة هنتفرجوا مع بعض على الفيديو أول يوم العيد في البرازيل عامل ازاي، وهل مختلف عن مصر أو الدول العربية باحتفالات الأعياد أو زي ما هي. هنتفرج مع بعض على الفيديو. قلنا بما إن النهاردة أول يوم في العيد ننزل بقى الشوارع نصور لكم أول يوم في العيد في البرازيل عامل إزاي. طبعا العيد في البرازيل له طعم تاني خالص. العيد في البرازيل حاجة تانية، والسر في التفاصيل. ايه التفاصيل بقى على رأي حسين الجسمي؟ ايه التفاصيل؟ تفاصيل الأماكن الجميلة جدا المجانية في البرازيل. بمعنى إن المكان الظريف الجميل ده على البحر مخصص للأطفال. الأسر كلها بتيجي هنا مع الأطفال، يقعدوا أطفالهم يلعبوا في المية مع الألوان مع الحاجات ديت. عاملين بيهتموا هنا بالطفل بطريقة غير طبيعية. زي ما انت شايف الأطفال مبسوطة وبتلعب وفرحانة. عاملين اكتر من نافوره، ويطفوا نافوره ويشغلوا نافوره فالاطفال يجروا عليها بمشهد جميل جدا. زي ما انتم شايفين النافوره اللي في النص طفوها، الاطفال كلهم بيلعبوا هنا. الاسر كلها بقى بتحتفل النهارده. هم اصلا بيحتفلوا كل يوم، هم مش مستنيين يوم معين عشان يحتفلوا فيه. زي ما انتم شايفين الناس كلها هنا مبسوطه. المكان ده على البحر، مكان جميل جدا ومجاني تماما، مفيش حد بيدفع اي حاجه خالص. طبعا هنا لا، احنا هنا في البرازيل الحاجات دي كلها مجانيه. تمام. الدولة هي اللي عاملاها طبعا. هنا بقى الأطفال بيلعبوا معاهم أسرهم، معاهم أهلهم. زي ما انتم شايفين كده جو جميل. الست بتلعب مع ابنها وبيضحكوا ومبسوطين في جو جميل جدا. ده كده أول يوم العيد في البرازيل. شوفوا الجو جميل ازاي. ده لسه، ده انا هصور لكم اماكن كتيره جدا في الفيديو اللي احنا فيه ده. تمام. يعني انا هصور لكم مقتطفات من اماكن كتيره وهحطها لكم كلها في فيديو وهننزله ان شاء الله عشان الناس يشوفوا العيد في البرازيل عامل ازاي. هم كده طفوا النافوره اللي قدامكم وشغلوا نافوره تانية، فالاطفال كلهم يبداوا يجروا على النافوره التانية. دولة هنا بتهتم بالطفل بشكل غير طبيعي، بتهتم بإسعاد الناس. زي ما انتم شايفين كده هنا الشعب ما بيدفعش أي حاجة خالص في الموضوع ده. أجمل ما في الموضوع إن هنا الحاجات كلها مجانية، فالناس بتنبسط، بتتمشى، تتفسح، تلعب رياضة، تعمل كل اللي هم عايزينه. اه بص، شغلوا النافورة التالتة اللي هو الدش المنور دوت، فالأطفال كلهم بدأوا يجروا عليه. كل ده الدولة عاملاه على البحر. زي ما انتم شايفين المكان على البحر، البحر ورا هو طبعا واضح جدا في الفيديو. تمام. كل ده عشان الأطفال بس يستمتعوا ويجروا من هنا ويلعبوا هنا. هنا واحد بقى بيتدرب على الرقص، يعني بمعنى اصح بيتدرب على رقصه معينه. قلت اصوره كده وانا ماشي برضو ايه بنحتفل بالعيد. هنا برضو شويه شباب زي العسل بيرقصوا برضو على البحر. تمام. احتفالا بالعيد. طبعا انا ممشيها احتفالا بالعيد، هم كل يوم عندهم اعياد، هم ما عندهمش مشكله خالص. بس انا ممشيها ان ده اول يوم العيد بالنسبه لي، فانا بحتفل، بتمشى، بتفرج على الاجواء الجميله. هنا الرقصات بتاعتهم جميله جدا. زي ما انتم شايفين الناس بتشجعهم، بيفرجوهم. طبعا هنا الرقص بتاعهم عالمي. هنا البرازيل الرقص بتاعهم والاغاني بتاعتهم ما تتوصفش، ما تتقارنش. ما تعرفش تسمع اغاني عربي تاني للاسف. بعد ما بتسمع الاغاني بتاعتهم ممكن ناس تعترض على اللي انا بقوله ده، بس انا بسمع الاغاني البرازيليه مش عارف اسمع اغاني عربي بعدها بصراحه خالص، نهائيا. اغاني صوت لحن، بصراحة أغنية بتبقى فيها كل حاجة أنت محتاجها. يعني ما علينا. المهم دي مش حلقة عن الغنى، بس أنا بقول لكم البرازيل فيها موسيقى غير عادية، وفيها أنواع كتيرة جدا من الموسيقى، وفيها فانكي كمان زي المهرجانات عندنا. ده نوع من أنواع الموسيقى. في أنواع تانية كتيرة جدا جميلة جدا. الفانكي بيحبوها الشباب، إنما الأغاني التانية فيها رومانسي، فيها كل حاجة تخطر على بالك. المهم خلينا نتفرج على الرقص بتاعهم. طبعا هو ده رقص اجنبي مش رقص برازيلي. الرقص البرازيلي ده حاجة تانية خالص.
بنتكلم عليه في فيديو تاني، او انا ممكن اصور لكم فيديو تاني عن بس الرقص البرازيلي. طبعا دول برازيليين بس بيرقصوا رقص غربي، يعني رقص امريكي على اوروبي كده، يعني مش الرقص البرازيلي خالص. ليهم رقصاتهم الخاصه. بص الجو دمهم خفيف حتى، بص كلهم بتحس ان دمهم خفيف، ظراف، شعب عشري، يحب يهزر، يحب يضحك، يحب يرقص، والناس بتشجع بعضها. آه، لا ده جامد، ده رقصه بصراحة اللي هو زي الكتاب ما بيقول يعني. جامد. لا حلو حلو، بص يعني انت كده ماشي على البحر بتتمشى، انت بتحتفل بالعيد زي ما انتم شايفين. شفنا اطفال مع اسرهم، شفنا شباب بيتدربوا على رقص، شفنا ناس بترقص اهوت على البحر، شغالين سماعة على الموبايل اغاني وقاعدين بيرقصوا وبيستمتعوا. كل ده طبعا مجاني، انت البحر مجاني، كل حاجة مجانية، انت بتعمل بقى اللي انت عايزه. انت عايز تمارس رياضة، انت عايز ترقص، انت عايز تاخد اطفالك تفسحهم، تعمل اللي انت عايزه. جو جميل. انت بس بتتفرج على الحاجات دي بتحس ان انت ايه، عايز تنطلق وعايز تنبسط. يعني الجو ظريف، والشباب اصلا زي ما انتم شايفين منطلقين جدا. ده كده بصة على العيد في البرازيل سريعة. طبعا الفيديو لسه ما خلصش، انا لسه هصور لكم شوية اماكن. الفيديو ده ان شاء الله مش هيتجاوز العشر دقايق، يعني مش حابب ان انا اعمل فيديو طويل. ده بقى مكان تاني جنب المكان الاولاني، يعني مش بعيد، ده مكان كده تلعب بقى فيه براحتك بالباتيناج، تجيب باتيناجك معاك تأجر وتلعب بقى للصبح، محدش يقولك انت بتعمل ايه، اطفال كبار شباب. طبعا المكان ده برضو مجاني، ده مش نادي ولا اشتراك ولا بتدفع رسوم دخول ولا الكلام ده خالص. انت معاك الباتيناج بتاعك، اقعد العب للصبح، المكان ده ما بيقفلش 24 ساعة اصلا. تمام، ولا في حراس ولا في امن ولا في غفير على الباب يدخلك او يطلعك. مكان موجود 24 ساعة، عايز تروح تلعب تتدرب اعمل اللي انت عايزه. وعايز تأجر، في ناس بتأجر برضو الحاجات دي كلها، وان شاء الله انا هجرب البتاع دوت قريب. بس عايز المكان يبقى فاضي عشان يعني لو وقعت ما يبقاش العملية كبيرة شوية. ده مكان رابع جنب المكان الاولاني والتاني والتالت، كلهم في نفس المكان. برضه جميل جدا، تمارس في الرياضة والحاجة اللي انت بتحبها. برضو مجاني، انا بفرجكم على الحاجات اللي ممكن تستمتعوا فيها بالعيد مع اطفالكم والشباب والصحاب، وكله مجاني، ما فيش اي حاجة خالص. زي ما انت شايف، تجيب العجلة بتاعتك وتبدأ تلعب. طبعا جميلة جدا، انا جربتها مرة واحدة. انا جربتها مره واحده بصراحه، عايز اجربها تاني، بس انا جربتها مره واحده بس بالعجله، مش بلوح التزحلق دوت زي ما بيقولوا. انا ما بعرفش ده خالص، انما عملتها بالعجله كانت جميله جدا. انت بتحس انك طاير وبتحس انك هتقع في نفس الوقت بصراحه، ما اكدبش عليكم يعني. بس كان يوم جميل جدا. كل واحد هنا عايز حاجة يعملها، عايز تمارس رياضة بتحبها، عايز أطفالك يلعبوا، عايز بقى تتمشى على البحر. احنا صورنا لكم البحر قبل كده، والشواطئ اللي لا تعد ولا تحصى، المجانية تماما، مفيش حاجة اسمها رسم دخول ولا الكلام ده خالص. بصراحة العيد في البرازيل فعلا حاجة تانية خالص، والسر في التفاصيل اللي هي اللي قدامكم، هي دي التفاصيل يا جماعة. أماكن كتيرة جدا تقدر تتفسح فيها، تلعب رياضة، المكان ده جميل جدا، تلعب فيه سلة ومجاني، ومفيش بواب على الباب ولا تدفع رسوم. طبعا الكلام ده كان اتعمل في نادي، وكانوا عملوا عليه اشتراك سنوي وشهري، وكانوا عملوا عليه موضوع البحر ورا اهو زي ما انتم شايفين والرملة. تمام، ده أي حد عايز يلعب بيلعب. بصراحة العيد في البرازيل فعلا فعلا شكل تاني خالص. انا عملت الفيديو ده سريع خفيف كده عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع، من غير ما انسى اي شخص. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك وتعمل تعليق جميل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم على خير بإذن الله. سلام. تشاو.